يلا نحضر أطعم صوص للمكرونة. هاتي قوطة قطعيها كده، فلفلاية حمرا كبيرة، بصلاية، كام فص توم كده، حطيهم في صينية مدهونة زيت. وبعد ما ارص فيها الخضار كده زي ما انتي شايفة، برضو هحط من فوق كده شوية زيت صغيرين، ندخلهم الفرن يتشوا، ما بياخدوش معانا 10 دقايق بالظبط. دخليهم الفرن هيطلعوا بالشكل اللي انت شايفاه ده. هتقشري بس الطماطم، تلاقيها بتتقشر معاكي بكل سهولة. حطيها في الخلاط، اضربيها كويس جدا. هاتي حلة كده سخنيها، انزلي فيها بمعلقتين زيت كبار. يسخن الزيت معايا، هنزل بيه في الصوص القمر بتاعنا ده، مش هقول عليه غير قمر يعني. اطعم صوص مكرونة بجد هتاكليه، وخفيف جدا. احط الصوص كده بقى، حطي البهارات اللي انتي بتحبيها. انا حطيت ملح، فلفل، كمون، شوية كزبرة ناشفة طبعا. حطي اللي انتي حباه. انا كمان مع الخضار وهو بيتشوي في الفرن كنت حاطة معاه شوية زعتر، بيديله طعم وريحة حلوة قوي الصوص ده. لكن ما عندكيش زعتر ممكن تستغني عنه، مفيش مشكلة خالص. انا استخدمت مكرونة سباكيتي، تقدري تستخدمي المكرونة اللي ولادك بيحبوها او اللي انتي موجودة عندك في البيت. هقلب بقى المكرونة كده بالصوص بتاعنا. حلو قوي يا جماعة، لازم تجربوها بجد، هتعجبكم جدا جدا جدا. لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش الكومنت واللايك بتاعك اللي بيشجعني دايما ويخليني استمر ان انا اقدم وصفات سهلة وسريعة ما تاخدش معانا دقايق في تجهيزها. اغطي عليها كده بقى، مفيش 5 دقايق بس تشرب شوية من الصوص بتاعنا. نزليها بقى كده، قدميها مع بطاطس محمرة، شوية بتنجان مخلل، قوطة مخللة. حلوة قوي قوي. بصي بقى، ولا هتحمري توم ولا هتحمري بصل ولا هتقعدي شوية كده لحد ما القوطة تتسبك خالص. في دقايق هتعمليها. كل الخضار مشوي، هتلاقي نفسك بتاكلي حاجة خفيفة كده، مش هتتعب معدتك ولا تتعب لك القولون ولا تحسي كده ان في حرقان على صدرك خالص زي القوطة المسبكة التانية العادية. جربي الوصفة دي، متأكدة ان هي هتعجبك جدا. باي باي.